اهلا متابعي ومتابعات قلم الناس في حلقه جديده في معلومه في الاقتصاد. كما كتشوفوا بدلنا الديزاين ولا الديزاين جديد. معايا دائما منير بن كبيره. السلام عليكم الحسن، اهلا وسهلا وتحيه للمشاهدين ديال معلومه في الاقتصاد. نعم، موسم جديد. نعم، بلاطو جديد. نعم. دائما قلم الناس كتطور من الاستوديوهات ديالها على مستوى الانتاج، وبهذا الشيء بان قلم الناس راه عندها ثقه في البرامج الهادفه. مواكبه صراحه. في حلقه اليوم بغيت نسولك سؤال، شنو هي الرهانات والاشكال ديالها؟ هذا الموضوع هو الرهانات. نعم، موضوع اليوم. الرهانات اللي هو موضوع شائك وموضوع متناول وموضوع موجود، يعني عدد كبير من الشباب ديالنا كيتعاطوا لهذا النوع من الرهانات. مشاهدينا الكرام، لأن الرهانات الحسن باش نعطيك واحد الرقم، شد معايا راسك مزيان. الرقم ديال المعاملات اللي كيقوم به الرهانات في العالم على مستوى العالم، في المغرب على مستوى، نعطيك الرقم على مستوى العالم وعاد نعطيك الرقم على مستوى المغرب. على مستوى العالم حوالي 3.3 تريليون دولار. واش تريليون واش عرفتي شنو هو هذا الرقم سي الحسن؟ راه الناتج المحلي ديال المغرب كامل راه ما كيفوتش واحد 142 مليار دولار. هاد 3.3 الاقتصاد ديال الدول. الى جمعنا الاقتصاد ديال القاره الافريقيه ومجموعه من الدول العربيه، راه السعوديه واصل الاقتصاد ديالها 1 تريليون دولار. السعوديه بكل الامتلاكات ديالها مارشي كبير، ضخم جدا، ضخم مارشي، يعني تقريبا كيعادل الاقتصاد ديال المانيا اللي هو 4 تريليون دولار، اللي هو رابع اقوى اقتصاد في العالم كما كيقولوا المصريين. اذا اقتصاد ضخم. بالنسبه للمغرب 48 مليون دولار. بالنسبه للمغرب يعني النسبه ديال المغرب 48 مليون دولار. شحال تقريبا الاجمالي الارباح في سوق الرهانات في المغرب؟ اجمالي الارباح انا قلت لك 48 مليون دولار هي الفلوس اللي كتداول في هذا المجال هذا ديال الرهانات، اللي عنده اشكال متعدده، اللي كيتم عبر مجموعه من الوسائل ديال الرهانات. اكثرها شعبيه ربما هي الرهانات الرياضيه اللي منتشره بشكل كبير، واللي يعني كيتعاطوا لها الشباب. بزاف الانواع ديال الرهانات طبيعه مجموعه نذكروا الانواع ديالهم. طبعا كاينه الرهانات الرياضيه اللي قلت لك ذات شعبيه كبيره جدا. كاينه الرهانات على سباق الخيول، وهذه ايضا من اعرق انواع الرهانات اللي كيتعاطوا لها مجموعه من والارقام الناس. كاين اللوطو ديال الارقام ديال يعني تقمر على الارقام اللي ممكن تطلع. وكاينه ايضا ديال الكازينوهات حتى هي ما نغفلوهاش، اللي هو اقتصاد طبعا الحال اقتصاد ضخم. هو تيدخل في الرهانات، كيدخل في الرهانات طبعا، حيت كلها العاب الحظ، كلها الرهانات هي العاب الحظ. يعني كنراهن على واحد الحاجه، انك كتحط واحد المبلغ وكتراهن، يعني تضاعف يقدر تخسر ذاك المبلغ على حسب انت والشطاره ديالك، انت والحظ ديالك، هي العاب الحظ. وكيفاش قضيه ديال الضرائب؟ مزيان. دابا بما اننا تكلمنا عليه، غنتكلموا على المشروع ديال القانون الماليه ديال 2025 اللي جاب مجموعه ديال الضرائب، مثلا على صنع المحتوى وغيرها من القطاعات. ولكن ديال الضرائب ما فهمناش، وايضا صلينا اشرح لينا مزيان باش قلت الحسن. المشروع المالي ديال 2025 جاب مجموعه ديال الضرائب، ماشي فقط على الرهانات وعلى مجموعه من على الفعاليات اللي ما كانتش كتخلص الضرائب، ومنهم سميتو الرهانات. فسوق الرهانات غيتنظم قانون تطيري ديال الضرائب اللي غتوصل 30% على الارباح اللي كتجاوز 5000 درهم. نعم. واش الشخص هو اللي كيخلص الضرائب ولا كيفاش كيكون؟ انا غنقول لك دابا. عرفتي شنو هي 30% الحسن؟ يعني انت الا ربحتي في شي صفقه من مثلا في شي كازينو او لا مثلا في العاب الحظ، مثلا في اللعبه ديالك وربحتي 5000 درهم، فراه 30% منها ارباح كتمشي للضرائب على الربح. 30% كيفاش كتخلص؟ ماشي الشخص اللي كيخلص الحسن، حيت الا جينا نردوها الاشخاص فالمارشي ما مقناش ومجموعه من المشاكل. كيتم اقتطاعها من المنبع. كيفاش؟ يعني باش تربح هذيك البلاتفورم قبل ما تسلمك المبلغ ديالك اللي ربحتيه، كتقتطع منه الضريبه اللي هي 30% الى تجاوز المبلغ 5000 درهم.
ولكن كيبقى مكونترول. يعني غير في حاله الربح فاش تقطع، غير في حاله الربح بطبيعه الحال، حيت هي الضريبه فقاش كتكون الضريبه على الارباح. يعني انا الدوله كتطالبك بضريبه بناء على الارباح اللي كتدخلها. اما لا خسرتي، وهذا هو البلوبار ديال الناس ما كيحققوش ارقام، يعني ما لا تلام الا خسرتي، لا تلام، وما كايناش زعما ضمانات ولا ما كايناش شي حاجه اللي غتعوضك فيها الحكومه الا خسرتي. بغيت نسولك سؤال من قبل الاخر، شكون اللي كيستحوذ على سوق الرهانات بالمغرب؟ فسوق الرهانات الرياضيه بالمغرب كتستحوذ عليها الشركه المغربيه للالعاب والرياضه المعروفه اختصارا بMTGS، هي اللي كتستحوذ، هي اللي واخده صفقه ديال الاستحواذ من الحكومه. بالرغم من انه الحسن كاينه واحد الشركات جديده اللي كتخدم مع ليجون اللي دخلت المارشي بقوه، ومجموعه من المؤثرين لي زانفلونسور كيسوقوا ليها، وايضا كتسبونسوري حتى فرق رياضيه بلا ما نذكر الاسماء. فهاد الشركات هذه ما عندهاش رخصه للمزاوله من العمل في المغرب، ما كتاديش ضريبه للمملكه المغربيه بحال MTGS، ما كتساهمش في البنيه الرياضيه. مثلا الشركه المغربيه للالعاب والرياضه راه كتساهم، كتدعم مجموعه من المشاريع الرياضيه، المنتخبات، الفرق الصغرى، لي كاتيجوري، البرامج الرياضيه كتسبونسوريهم، كتدعم، كتساهم في اي نشاط رياضي كما بغا يكون بالمغرب، كتساهم، لان هي شركه مغربيه كتساهم فيه. اما هاد الشركات هذو راه كيحققوا ارقام خياليه، يعني ملايين الدولارات كيحققوها من التداول والرهان ديال المغاربه، ولكن ما كيأديو حتى شي ضريبه، وما عندهم حتى شي سند قانوني. المغرب ما تيستافد منه، المغرب ما كيستافدش، الاقتصاد المغربي ما كيستافد حتى شي حاجه، ما كتستافد. فلوس كتمشي ليهم نيشان. ولكن فاش نمشيو نسمعوا الاطروحه ديال الشباب اللي كيكونوا تيراهنوا انهم تيبغوا ديك التسهيلات، فهمتيني، الولوج الالكتروني، خصهم يكون واحد الولوج، يعني غادي نخلص الضريبه، ولكن مثلا يكون حريه في اللعب، تكون سلاسه. علاش هاد الشركات المنافسه لقات بلاصه في السوق وسيطرات واستحوذات؟ علاش الحسن؟ السبب الرئيسي ديالها هو انها اعتمدت على نظام رقمي ديجيتال 100%. فكتكون انت كتفرج مثلا الماتش وكتقوم بعمليه الايداع والرهان في نفس اللحظه، وتقدر تلعب مثلا على ماتش هو في دقيقه مثلا 70 80، يعني حريه ديال. اما المشكله حتى من جهه التوقيت، يعني ممكن تلعب في اي وقت، اي وقت بغيتي. ما الرهان تكون عندك واحد الوقت اللي يعني الاشكال الحسن هو ان الشركه المغربيه للالعاب والرياضه MTGS ميساج ليها هو انها تطور البلاتفورم ديالها. دابا دايره واحد الموقع الكتروني اللي كيدخلوا ليه الشباب والناس، ولكن ما كيمكنش انك ترى انك يعني تقوم بعمليه الايداع والسحب من خلاله. فضروري خصك توجه لاقرب وكاله باش تقوم بعمليه الرهان. هذا الشيء فاتوا هاد الشركات العملاقه ديال الرهانات. داكشي علاش وصلت الفئه عريضه من الشباب، لان سهلت لهم المسطره ديال القيام بالعمليه ديال الرهان. وهذا هو ربما النقطه الوحيده اللي لعبت عليها وتفوقت عليها، وهو ما ينقص الشركه المغربيه للالعاب والرياضه ضعيفه في هذا المجال، لذلك فخاسره المارشي كبير، واخا غير المغرب، يعني غير المارشي المغربي وخاسره لانها ما مطوراش رقميا من راسها. يعني بغيت واحد الرساله تعطيها للشباب اللي كيخليو المنصات ديال البلاد وتيمشيو المنصات الاجنبيه وما كتستافدش منهم الدوله. يعني ميساج الحسن، يعني الضرائب هذه يعني ما كتستافدش منه. الميساج الاول هو انه حاولوا ما امكن انكم تفادوا عمليات الرهان بصفه عامه، لانها يعني ابار دينيا انها حرام، ما ندخلوش في هذه المسائل الدينيه، ولكن ما كايناش ارقام ديال شي واحد يربحوا، ولا ربحتي راه غتخسر وتخسر، ولا خسرتي راك غتعاود تغامر. ولكن في بعض الاحيان كتكون دراسه. كاينين الناس اللي كيقول لك حق هذا راه علم وقرايه ودراسه وكيشوفوا، ولكن كاينين بزاف ديال المؤثرين اللي كيلعبوا على هذه النقطه هذه الحساسه وكيجروا مجموعه من الناس انهم يخسروا فلوسهم. المسمى ديالها العاب الحظ. هي راه اولا واخيرا كتبقى لعبه الحظ، راه ما تراهن على من ما كان كيبقى حظ في النهايه. شكون قال البارسا تخسر، شكون قال الريال تخسر، هاد المسائل هذو الحسن ما يمكنش تدخل فيهم. ولكن الا كاع بغيتي تتعاطى ليها فحاول انك تشوف منصات مغربيه اللي غتستافد منهم وغتساهم وغادي في انعاش، غتحميك وتعاون وتساهم انت في انعاش السوق المغربي والاقتصاد المغربي. الى هنا كنوصلوا لنهايه الحلقه. شكرا لك سيمون، الى اللقاء، الى حلقه جديده في معلومه في الاقتصاد.